يا عم الحاج ويا ست الكل، تعالوا واسمعوا مني عن سر البركة والخير اللي بيهنا بيه كل بني. التوفير مش بخل ولا قلة ذات اليد، التوفير ده عقل وتدبير وبيخلي بكرة أسعد. القرش الأبيض بينفع في اليوم الأسود يا سادة، ما تستكتروش على أنفسكم، بكرة تيجي الإفادة لما تصرف بحساب وتعرف داخل وخارج، بتلاقي نفسك مرتاح ومش محتاج لحد خارج. بلاش الإسراف والتبذير في اللي ملهوش قيمة، الفلوس بتروح بسرعة زي الدخان في عزيمة. لما تشتري حاجة فكر 1000 مرة ليه، هل دي ضرورية بجد ولا نزوة نفس أمارة بيه. بلاش تشتري كل اللي عينك تشوفه وتشتهيه، بكرة تندم وتقول يا ريت. لما القرش يختفي ما تلاقيه، لما تعمل عزومة خليها على قد الموجود. بلاش تكلف نفسك فوق طاقتك وتعيش مهموم ومكدود. لما النور يكون مش لازم اطفيه يا أستاذ، فاتورة الكهرباء بتلسع والتوفير ده إنجاز. المية أمانة حافظ عليها نقطة بنقطة، بلاش تفتح على البحر وبكرة تقول يا حسرة. الأكل اللي يفضل منك بلاش ترميه، خسارة ممكن تعمل بيه أكلة تانية وتكون فيها شطارة. الهدوم القديمة نظيفة ليه تشتري غيرها جديد، القيمة في النظافة والأناقة مش في الماركة والحديد. لما تكون ماشي مشوار قريب ليه بتاخد تاكسي، رجليك يشيلوك وصحتك تكسب وتوفر قرشك يا ذكي. بلاش تقلل من قيمة الجنيه، والاتنين دول على دول يعملوا مبلغ ينفعوك في سنين. علم ولادك التوفير من صغرهم يا أستاذ عشان يكبروا فاهمين قيمة القرش وما يكونوش فرافير بازة. بلاش تتغرب بالمظاهر وبالناس اللي بتصرف كتير، كل واحد عارف ظروفه ومحدش أحسن من حد بخير. التوفير بيعلمك الصبر والتحمل والإدارة وبيخليك سيد نفسك ومش عبد للقرش وإغراءاته. التوفير بيأمن بكرة وبيخليك مستعد للظروف، ما تخافش من الأيام طول ما انت عامل معروف. وفي الآخر نصيحة من قلبي، التوفير مش حرمان، ده فن إدارة الحياة وبيجيب البركة والأمان.